اكيد مفيش اهم من صحه اولادنا، واللي بيحدد صحه اولادنا هو اللانش بوكس. ايوه زي ما سمعت كده، الاكل اللي بياخدوه معاهم المدرسه هو ده اللي هيشكل صحتهم دلوقتي وقدام. وبما اني اخصائي تغذيه هقول لكم تحطوا ايه في اللانش بوكس لاولادكم علشان تحافظوا على صحتهم وفي نفس الوقت يبقى الاكل طعمه لذيذ ويديهم طاقه طول اليوم. اول واهم حاجه البيض، انت اكنك بتدي مالتي فيتامين لاولادك بالظبط، وعلشان البيض مليان بروتين وكله فوائد حاول تدخله مرتين لثلاثه في الاسبوع، بس حاول تغير في شكله. يعني انا المره دي عملت بيض على شكل بيتزا، حطيت لهم جبن وخضار وكل حاجه، كمان حطيت لهم عيش صحي من تحت، فالساندوتش كده بقى فيه كل العناصر الغذائيه وكمان طعمه لذيذ جدا وولادك مش هيزهقوا منه. واحسن حاجه يحلوا بيها هي الفاكهه، انا حطيت لهم موزه وتفاح وطبعا شويه خضار متقطعين، وعلشان اكيد هم هيبقوا محتاجين طاقه في نص اليوم حطيت لهم بطاطا مشويه ودي هتشبعهم وفي نفس الوقت هتديهم طاقه، وكمان كبشه مكسرات ودي مهمه جدا للشبع وفي نفس الوقت للتركيز. واكيد لازم حاجه حلوه، بس الحمد لله عصرهم احسن من عصرنا بكتير، ودلوقتي بقى في شوكولاتات كتير قوي معموله بسكر ستيفيا فهتحسن مودهم من غير ما ترفع لهم السكر. لو عايزين افكار تانية على مدار الاسبوع عشان خاطر ولادكم ابعتوا لي في الكومنتات لانش بوكس وانا هبعت لكم افكار تغطي الاسبوع كله.